عم امشي يا عم. بقول لك يا اخويا، يا اخويا انا عاوز اطلب منك طلب بس محرج منك والله. ليه يا عم؟ اتفضل. انا عيد ميلادي بعد بكره. كل سنه وانت طيب. اقدر اساعدك في حاجه؟ اهلي في البيت نفسهم يفرحوني وكده، فمش قادرين يجيبوا لي التورته، فممكن بس تساعدني لو بمبلغ بسيط. التورته دي في حدود كام مثلا؟ حدود 350 ل 400. انا محروج والله، انا مش يا عارف. عم مش عادي، كلنا بنقع في نفس الظروف ونفس المواقف. لو انت بقى عليك ابن ناس ومحترم يعني، عشان احنا شباب زي بعض، فانا حاسس بيك طبعا يعني. ممكن احط نفسي مكانك، يحصل لي ظرف ولا بتاع. بص صلي على النبي، انا لسه جاي دلوقتي من الشغل، فانا يوميتي 100 جنيه فهقدر اديك دي يعني. ممكن بالليل احاول اديك 100 جنيه كمان، لان والله لسه هروح ومعايا فلوس مواصلات يا دوبك 15. ابو المجد، ده الحلاوه اللي انت فيها دي، انت ضفت كده ليه؟ يا عبد في ايه؟ مين ده صاحبك؟ ايه اللي عبده ده؟ صح. انت صاحبي عبد صاحبك لا تعرفه؟ فاكر لما كنت اخد مني الهدوم اللي تروح بقى الجامعه؟ لا صاحبي انت بتقول له ايه؟ مين ده انت تعرفه؟ مالك انت يا عم؟ انا بكلم انا وصاحبي. صاحبك مين هو يا مين عم ده؟ التاني؟ معلش يا عبد، انا عيد ميلادي بعد بكره. انا مالي يا عم؟ وده الزبون اللي انت بتشتغله؟ ده الزبون الجديد. زبون زبون ايه يا هو عم؟ انت يا ابني